كما الأمس كما غدا وما أشبه اليوم بالأمس. بالأمس في ساحة من الساحات وقف مقاومون وأمامهم قائد موشوق عنفوانا وبطولة ليسلمهم سيوف مجد لزوم مقاومة ذاك الزمان. واليوم ولو تبدلت الساحة واختلفت وجوه المقاومين، القائد هو يقف من جديد أمام ثلة جديدة من الرفيقات والرفاق يسلمهم سيوف المعرفة لزوم مقاومة هذا الزمان وكل زمان. أيها الرفيقات والرفاق، استمرار مقاومتنا رهن بكم، رهن البشارة السياسية التي تأتمنون. اذهبوا وبشروا كل الضالين، لأنه ورغم كل العمل المضني الذي نقوم وتقومون به، لا يزالون كثرا يعطلون ويعرقلون ويفرملون قيامة لبنان ويقفلون أمامنا طريق النهوض. واظبوا على المعرفة، انظروا أنفسكم لمجتمعكم نذور الرهبان، مارسوا مسؤولياتكم الحزبية على صورة القوات ومثالها، مارسوها على صورة البشير الفداء حتى الاستشهاد، مارسوها على صورة الحكيم الذي يختصر في ملامحه كل أوجه مقاومتنا في تاريخنا الحديث، علما قتالا واعتقالا، تخطيطا وتنظيما، انكسارات وانتصارات. مارسوها على صورة آلاف الشهداء الذين قبلوا أطفالهم في الأسرة ذات مساء على أمل العودة إليهم مع طلوع الفجر، فتوالى صباح وبعده ألف صباح، فلا الشهداء عادوا والفجر لم يطلع بعد. تحية لكم رفيقاتي رفاقي في جهاز التنشئة السياسية، في دوائر التنشئة وفي الدوائر الممهدة والمكملة للتنشئة، من أمانة سر إلى دائرة مكاتب التنشئة السياسية إلى دائرة الإعلام وغيرها من المواقع والمسؤوليات والدوائر. مجموعة حقيقة لا تنام، وإذا نامت فنومها يستفيق قلقا وحرصا لفعل المزيد وإنجاز المزيد. رفيقاتي الخريجات، رفاقي الخريجين، مبروك لكم، فاكملوا المسيرة. إن التحديات كثيرة، أولى وآخر طرق المواجهة والاستمرار والانتصار هي العقل والفكر، فبهما فقط نبقى أحياء مؤتمنين على الحضور، مؤتمنين على الحرية، مؤتمنين على الكرامة، مؤتمنين على التاريخ وعلى المستقبل. وبهما فقط تستمر المقاومة، نستمر نحن، تستمر القوات اللبنانية، ليبقى لبنان. عشتم، عاشت القوات اللبنانية وعاش لبنان.